ونستكمل تطوافنا أعزائنا المشاهدين مع الشعر والشعراء، وضيفنا في هذه الفقرة شاعر وأيضا مقدم برامج تلفزيونية مثير للجدل، إلا أنه رغم ذلك يتميز بإطلالته الجميلة وطريقة التقديم المميزة التي لا يختلف عليها اثنان. كما كتب العديد من كلمات الأغاني وشارك في العديد من الأمسيات الشعرية، له باع طويل في الساحة الشعرية، قام بالتنقيب عن الوجوه الجديدة، الوجوه الشعرية الجديدة. باسمكم وباسم خارج النص نرحب بشاعرنا المميز سالم بن حميد اليعقوبي، والمعروف بسالم البدوي. حياك الله. حياكم الله، يعطيكم العافية مازن وأميرة. أنا حقيقة أيضا شاكر لكم أول شيء التقديم الجميل، وشاكر أيضا لكم الدعوة، وأتمنى إن شاء الله أن نكون ضيف خفيف أفضل على كل المشاهدين. الله يسلمك، كنت تستاهل يا سالم، وأنت إضافة للبرنامج. الله يعطيك العافية، ما عليك زود يا مازن. نبدأ في البداية. تفضل. الشاعر سالم البدوي، سر هذا الاسم؟ سالم البدوي هو حقيقة الاسم هو أصلا موجود، يعني موروث. هذا الاسم موروث، يعني ما أني استجديته. هذا اسم أبوي الله يرحمه، يعني هي أبوي معروف في عبري أصلا هو حميد البدوي. أنا أصلا أبوي من أب وأم بدو، فعند أخوان حضر عاشوا في المدينة، فلما توفوا أهله جاءوا سكن عندهم ميز بحميد البدوي، فتوفى أبويا ولصق الاسم تلقائيا، يعني هي اسم مميز. الله يعطيكم العافية. جميل وشخصية وكاريزما أروع. الله يسلمك. شاعرنا سالم البدوي ظهرت في العديد من الأوبريتات، بالإضافة أيضا إلى برنامج جماهيري واكتسح يعني أعداد كبيرة جدا بشعبيته، برنامج أماسي، بالإضافة أيضا إلى دواوين شعرية، ديوانان أو ديوانين شعريين، أحاسيس، نعم. وآخر أخباري. نعم. ليش اتجهت للإصدارات اللي هي المسموعة وما لجأت اللي هي الإصدارات المكتوبة؟ والله ترى لكل وجهة نظر خاصة، يعني أما أنا بالنسبة لي شفت أنه في ذاك الوقت، الآن هذا الكلام ما يمشي تقريبا، صار زحم كثير. أما في ذاك الوقت اللي أنا أصدرت فيه الإصدارين كان شوي في فضاوة بعد موجودة، في متسع أنك تنزل يعني إصدار سمعي، والإصدار السمعي أنا اخترته لأنه أسرع، فهمتي شلون؟ وأيضا ممكن تسمعه في البيت، ممكن تسمعه في السيارة، ممكن تسمعه في النهاية CD أو شريط، يعني أنت ممكن تسمع وأنت ماشي. الكتيب هو أبقى، أنا أشوف أنه أبقى، ولكن الكتيب ما الكل اليوم عنده الوقت هذاك لجل إنه يقرأ، صحيح، ما كثيرين، ولكن هو يبقى الكتيب أفضل دائما يعني في النهاية. بس القصيدة النبطية هي أنت تشوف أنها مثلا سمعية أكثر منها قرائية؟ والله مازن، يعني القصيدة النبطية كل ما سمعت من صاحبها يكون أفضل من أنك تقريها بأمانة، يعني ربما أنك أنت تقريها بمنحى آخر، فهمت علي؟ لكن لما يقريها صاحبها يوصلك إياها صح مثل ما هو بغى. ففي الحال هذه أنا أفضل دائما وأبدا قصيدتي لا تقريها، أنما اسمعها مني. يا سلام. شاعرنا أحيانا تفصل قصائدك على مقاسات معينة، هل هذا نوع من الموهبة، نوع من الدربة؟ أيضا هل الكتابات ألا ترى بأنها تفقد الشاعر مصداقية؟ والله أميرة، شوفي، بالنسبة لقصائدي واللي أنا أشوفها الحقيقة هو طريقي أنا، يعني ربما يكون طريق مختلف عن الآخرين. أنا أكتب القصائد الواقعية أكثر من الخيال على كل حال، يعني ما أقول ما أكتب خيال، ولكن شيء لا يذكر يعني في قصائد الخيال، ولكن القصائد الأكثر موجودة معي واقعية. الواقعية بالعكس ما تفقد، يعني الواقعية تكون أقرب للمتلقي لأنها تلامسه أصلا، قاعد هذا يتكلم عن شيء ملامس للشارع، ملامس للشخص، فهمت علي؟ هذا شيء وقع حصل، إذا تحسيها أقرب للقلب لما يتلقاها المستمع، يتصورها كسيناريو، فهمتي علي؟ يتصورها كالمشاهد، يعني يقعد يشاهد، يعني من البيت إلى البيت الآخر هو قاعد يشاهد، يعني المشاهد اللي أنت قاعد تعطينا تفصيل،
فاكثر من انها القصيده الخياليه، يعني القصيده الخياليه ربما ان يتوه فيها شويه المتلقي. يعني انت مع اعذب الشعر اصدقه ولا كذبه؟ والله انا مع اصدقه حقيقه. انا مع اصدقه، لكن هو يقول في اكذبه، يعني فهمت شلون؟ لا هو اعذب الشعر اكذبه هنا ليش؟ لما اني ترى احنا معروف عنا كشعراء نقول بما لا نفعل، فهمت؟ يعني هني تبقى هذه مسألة أكذبه يعني، ولكن نحاول نجيب المفردة الجمالية بالفعل. اللي على طول يتلقاها المستمع ويحبها، تخلق من البذرة يعني الشجرة. نعم أي كذا مثل ما قلت. سالم بدوي، وشاركتك في نجم القصيد، ممكن تكلمنا عن هذه التجربة؟ والله بالنسبة لنجم القصيد هذه من زمان طبعا. كان في لجنة تجي هنا مع أنور المشيري، ومن ضمنهم أبو فراس مسعود الحمداني، ومن ضمنهم أعتقد أحمد السعدي إذا ما خاب ظني. في ذاك الوقت أنا جيت أقدم قصيدة، قدمت قصيدة هي عبارة عن نص غنائي، فأعتقد أنهم الجماعة ما فهموها. فربما أنهم يعني ما عرفوا. يسألني أنور يعني ايش هذه؟ هذه قصيده بعد ايش هذه؟ بس هي عباره عن نص غنائي. يمكن كانت شروط المسابقه تختلف، يعني عمودي وابيات معينه. ما اعلم حقيقه. انا سمعتهم سوالف صمت، ولكن هي في عمان حازت على افضل نص غنائي في مهرجان الاغنيه، ولكن هناك ربما ما عرفوا. سبحان الله، ربما او ما بغوني اصلا. يا بالعكس، يعني بالعكس أنت مطلوب ومرغوب وذا شعبية كبيرة. الله يعطيك العافية. نسمع القصيدة اللي تقدمتها في هاي المسابقة. والله إذا كنت تذكرها. لا أذكرها. تبون هذه أنتم؟ لا، أنا أريد حصرية. وقال لي الكواليس اللي بعدين، يعني الحصرية بعدين. خلينا نتفق يا مازن. يلا اتفقنا. سوالف صمت تبون؟ زين. سوالف صمت هي أيضا من السؤال اللي سألتيني قبل شوي أميرة. هذه لما تسمعيها تحسي فيها أنها قصة، تحكي عن قصة، تحكي عن قصة. حتى لما كانوا هنا كان أعتقد أنه في ذاك الوقت عبد الله رويشد وديانة حداد كانوا يشيدون في النص كثير. تقول ديانة أنا كل ما يخلص من مقطع أبى أعرف المقطع الثاني إيش اللي بيحصل فيه. هكذا يعني دائما القصائد اللي هي تحكي عن الواقع. تقول اخلصت كل السوالف واحنا تونا ما حكينا، مدري ذوبنا العواطف، مدري ذاب الشوق فينا، تناظرني وناظرها وانا بالحيل ناطرها، ابي تكسر جدار الصمت تتكلم، ابي تحكي اريد اعرف اريد افهم واريد المس مشاعرها، وفي غمرة عواطفنا تعانق كفها بكفي، ومع حيرة شفايفنا حارت كلمتي وحرفي، وحار الصمت بشفاتي تعب تكتم معاناتي، أريد أشرح سوالف صمتها بحروف، أريد أبعد مفاهيم القلق والخوف وخاف أجرح مشاعرها، وفي الآخر توادعنا ولهفة شوقنا معنا، حكاية حبنا ذابت في قصة ما لها معنى، وطار النوم من عيني وفرق بينها وبيني، صحيت أبحث وأدور عنها يمي، لقيت أقرب من إحساس الهوى همي، وتاري الحلم حاضرها. جميل. صح الله لسانك. طلع في النهاية مازن حلم واحنا شدينا مع السيناريو هاي القصيدة. فعلا. بس سالم البيت الأول ايش يقول؟ اخلصت كل السوالف واحنا تونا ما حكينا. بس انا ما اعرف انت كاتبها يعني اخلصت كل السوالف بتكون على فاعلات اعتقد. وبعدين على مفاعيل البحر. هي ترى النص عشان كذا يعني كان في انك كاتبها غنائيه ربما لان هذا النص الغنائي يعني في قصيده غنائيه وفي نص غنائي. هذا اللي قلته الان هو نص يعني عباره عن كوبليهات مقاطع. في القصيده الغنائيه هي عباره عن قصيده مقفاه ولكنها تصلح تكون غنائيه يعني. جميل. طيب حدثنا عن مشاركتك في مهرجان الأغنية العمانية،
وشو يحتاج هذا المهرجان حتى أنه يؤدي رسالته للفن والفنانين العمانيين؟ والله مشوار حقيقة. أنا أقول لك يعني أنا ويا المهرجان هذا يعني عمر. بداية يعني في المهرجان الثاني نحن دخلناه، بدينا فيه في المهرجان الثاني. جاني الفنان سالم المقرشي، وخلونا نوجه له تحية لو كان يسمعنا. أظني معروف سالم المقرشي. أكيد. هو أفضل عازف عود في السلطنة. سالم قال لي يا سالم أنا أريد أغني في المهرجان وأريدك تكتب لي كلام. قلت له ما بشاعر غنائي يا سالم، ما أعرف يعني ما أقدر أجازف فيك. قال لي لا أنا ما أعرف أي شاعر غنائي، بس أعرفك أنت كشاعر، أرجوك اكتب لي أغنية أريد أشارك. فهني كان بدايتي أنا في كتابة الأغنية على كل حال. يعني أنا تحديت نفسي في هذه المسألة، كتبت قصيدة غنائية لأول مرة اسمها الغربة. ايوه. سمعت سالم، كتبتها في سيارتي وانا ماشي طالع من عبريل اني رايح مسقط، عرفت؟ وصلت برج الصحواني مختم. اكلم سالم في الهاتف اقول يا سالم اني خلصت بس ما ادري تعجبك ما تعجبك، عاد تقول لي غير. زين. قال سمعني، سمعته قال بس هي هذه. زين يا سالم؟ قال لي زين. لا هو لا انا كثير فيها ولا هو، بس هو المهم سبحان الله يعني على الفطره. راح سالم تقدم بالنص في الوزاره، في التراث، وزاره التراث في ذيك الفتره، اقبلوا النص ودخل من ضمن العشر اللي بيصعدون للمسرح. فهذه كانت تحسب لنا في ذيك الفتره بالفعل. ولكن ما جبنا نتيجه طبعا. كنا في الاخير. زين. ولكن كانت يعني كمشاركه جميله. اللي بعده اللي هو الثالث احنا ما اشتركنا في الرابع. الرابع ايضا دخلنا مع سالم كمغني، ايضا سالم وملحن، ايضا ما جبنا نتيجه ولكن ما يأسنا. الخامس ريحنا بعد، السادس دخلنا. ممتاز. هني حصدنا الجوائز في السادس. جميل. عرفنا ايش يبغي المهرجان. السادس دخلنا بسوالف صمت هذه، ودخلنا بقصيده ثانيه. سوالف صمت هي اللي اخذت جائزتين ما شاء الله. هي نعم، اخذت كالدرع كافضل نص، واخذت ايضا البلبل الفضي في ذاك الوقت. جميل. عندنا ايضا السابع اخذنا الذهبي، خلاص انا بدينا ناخذ الذهب في السابع، والثامن اخذنا البلابل الذهبيه. جميل. المهرجان كان حقيقه مشوار جميل جدا يعني في المهرجان، وهو اللي نمى في انا كتابه الاغنيه يعني. ممتاز. اماسي، ايش جديد اماسي هذا العام؟ اماسي يقول الليل توه والسهره محلوه. اماسي على كل حال هي ايضا فكره مازن. حقيقه في ذيك الفتره يعني كان المطلوب برنامج شعر وليست اماسي. كان المطلوب برنامج شعر. الله يذكره بالخير الاستاذ صالح القاسمي، كان هو مدير البرامج في هذيك الفتره. قال لي نبغيك السالم تعد وتقدم برنامج الشعر. فيعني لاحظت اني ما راح اضيف شيء. برنامج شعر كان عندي في الاذاعه 2 سنين عمره، فما راح اضيف حاجه يعني في ذيك الفتره. فقلت له استاذي يا ريت لو تعطيني لين يوم السبت اجيب فكره يمكن تعجبكم يعني غير عن برنامج الشعر. قال لي تمام. ممتاز. عندك. يوم السبت جبت هذه الفكره. والله الجماعه رحبوا في الفكره مبدئيا، والحمد لله لاقت القبول.